يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان. Mari bersama-sama. فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah, izinnya nggak semangat lagi ya. Jamaah, masih 50
Padahal saya harus infus dari rumah sakit. Sakit tidak menghalangi saya untuk bertemu dengan jamaah. Maka harusnya kita lebih bersemangat dalam majelis yang mubarak. Boleh sekali lagi? Boleh. Boleh? Boleh. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita berada di rumah Allah. Maka saya berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat kepada orang-orang yang berada di tempat ini. Amin. Yang kedua, kita tergolong orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Coba buka surat At-Taubah, surat 9 ayat 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Tahukah Anda orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, sholat di masjid, bersedekah, membayar zakat, dan tidak pernah takut kecuali takut kepada Allah.